السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تحية الكبيرة للناس اللي كيدعموا هاد القناة، والناس الغيورين، والناس اللي اللي كتحب الوطن ديالها، واللي كتحب المغرب ديالها، واللي كتحب الملك ديالها، وكتحب الشعب. واي مواطن مغربي فخور بالوطنية ديالو وبالمغربية ديالو كيبغي سيدنا الله ينصرو. مرحبا بيه في هاد القناة، ومرحبا بالجميع اللي كيدعموا هاد القناة، وشكرا بزاف للناس اللي كيدعموا هاد القناة. تحية كبيرة بزاف الناس اللي كيدافعوا على الوطن ديالهم، سواء اي مواطن او جندي او شرطي او دركي، اي شخص مغربي كيبغي بلادو كيدافع على بلادو. تحية كبيرة ليه. الخوت، في هذا الفيديو اللي بغيت نهضر عليه هو سؤال كنوجهه لأي مواطن جزائري، حيت كيكتبوا لي في التعليقات بزاف كيعلقوا السبان والشاتم. راكم عارفين خوتي المغاربة، كاملين كتعرفوا الجزائريين كيفاش دايرين طبعهم، ما كيعرفوش ينتقدوا، كيعرفوا يسبوا الشتم. مني كتدخل معاهم شي موضوع ولا هادي ما كيناقشوكش. يعني الناس ما عرفتش منين. يعني مني كتحاور مع شي شخص جزائري كتبغي تفهم وتفهمه وتبغي تفهمه هو يعني كطرح عليه شي سؤال او كتناقش معاه في شي موضوع، ما كتعرفش هاد الشخص علاش كيهضر بالضبط، حيت ما يعني كتحاول باش تفهمو ما كتفهموش. انا اللي بغيت نطرح واحد السؤال للجزائريين، المواطنين الجزائريين، سؤال موجه لهاد الناس هادو اللي بغيت نعرف. اخوتي الجزائريين، سؤال ليكم ونتمنى تجاوبوني في التعاليق. سؤال موجه لكم. احنا كمغاربة عندنا واحد القضية كندافعوا عليها، يعني كندافعوا عليها كمواطن مغربي. كندافع على بلادي وهي الصحراء المغربية، وكندافع على الأرض ديالي من التقسيم، وكندافع عليها أي واحد ينبش من التراب الوطني المغربي، أو يسيء للملك ديالنا، أو يسيء للسلطة ديالنا، أو يعني دولة كاملة. يعني الدولة والوطن ديالي كمغربي كندافع على وطني. انت كجزائري بغيتي نعرف علاش كتدافع، واش عندك شي قضية انك كتدافع عليها ضد المغاربة؟ اعطيني هي قضية وحدة نعرفك علاش. دابا هادشي كامل اللي واقع ما عرفتش. كاع المغاربة اللي عاشوا في الجزائر، انا يعني سابق لي دخلت للجزائر وعرفت، وتطرح عليا هاد السؤال اللي غادي نقول لكم. يعني تطرحوه عليا اي مغربي، كنتحدى اي مغربي اللي دخل الجزائر اول حاجة كيعرفوه مغربي كيطرحوا عليه هاد السؤال. الجزائريين ما عرفش واش القضية ديالهم هادي ولا القضية حنا ديالنا حنايا. هذا هو السؤال اللي بغيت نوجه ليه. يعني اي جزائري ملي كتدخل نتايا لبلادك، كتدخل لبلاد الجزائر يعني كزيارة او كعمل او اي حاجة، يعني كاع المغاربة راهم كيعرفوا هاد القضية اللي سابق لهم دخلوا للجزائر، كيعرفوا هاد القضية. يعني ملي كتجلس مع مواطن جزائري، اول حاجة كيسولك هاد المواطن الجزائري كيقول لك شنو رأيك في الصحراء المغربية. كيقول لك شنو رأيك في الصحراء. هما راك عارفين المصطلح باش كيهضروا، كيقول لك شنو رأيك في الصحراء الغربية. انا كنهضر كمواطن مغربي، شنو رأيك في الصحراء المغربية. كيقول لك هذا شنو رأيك، ما كتعرفش شنو غتجاوب هاد السيد هذا. كتبقى كتشوف كتقول له انت كمواطن جزائري علاش غتطرح عليا هاد السؤال؟ انت ما من حقكش تطرح عليا هاد السؤال، انت لا دخل لك في هاد القضية هادي. مازال نقولوا الحكومة ديالكم كدعم داك الناس، كدعم داك البوليزاريو داك العصابة، او يعني كدعمهم وهادي. انت كمواطن جزائري ما عندكش الحق تهضر على الصحراء المغربية اللي بغيت نفهم، او تطرح عليا سؤال بحال هاد القضية هادي، او تدافع على. انا بغيت نفهم هاد العسكر ديالكم او انت كمواطن جزائري علاش كتحارب معايا في الصحراء ديالنا. هذا هو اللي بغيت نفهم. هاد الناس
كيطرحوا عليك هاد السؤال بحال هما أرضهم. ما عرفتش هاد الناس يعني الدماغ ديالهم كي داير، يعني التفكير ديالهم كي داير. حنا كندافعوا على القضية ديالنا، الصحراء ديالنا كندافعوا عليها، أرضنا كندافعوا على بنادم، من حقنا ندافعوا على بنادم. ولكن انت كمواطن جزائري علاش كتهاجمني او كتسبني او كتشتمني مني كنهضر على الصحراء؟ رجعتو هاد البوليزاريو بحال القضية الفلسطينيين براسهم. الناس المواطنين الفلسطينيين براسهم كيتشكاو منكم، كيقولوا لكم يا ودي ما تجروناش بالقضية الفلسطينية، بعدوا علينا، عطيونا اتساع. انتوما رديتو هاد البوليزاريو بحال القضية فلسطين ورجعتونا حنا يهود ورجعتونا. هادي بلادنا، حنا بلادنا من حقنا ندافعو. انت دافع على بلادك، دافع ضد فرنسا او ضد شي دولة اللي استعمراتك. حنا كندافعو على بلادنا، كندافعو على بنادم ما تقسمش، وديما كندافعو على بلادنا وملكنا وشعبنا وكل شيء. يعني الارض ديالنا كندافعو عليها، من حقنا، من حقي انا كمواطن نهضر على بلادي وندافع على بلادي. انت كجزائري ما عندكش الحق تهضر على الصحراء المغربية. اول حاجة نتمنى انك تجاوبوني بصراحة، انك شنو غتستافد انت من هاد الصحراء المغربية، وعلى اش دخلك انت كمواطن جزائري. نقولوا حنا الحكومة ديالكم، العسكر ديالكم، العسكر الحمق ديالكم اللي حاكمينكم، يعني دايرين هاد البلبالة باش ينسيكم بزاف د المشاكل ديالكم اللي كتعانيو منها. حنا ماشي سوقنا في المشاكل ديالكم، يعني المشاكل ديالكم خاصة بوحدها. راكم كتعانيو في مشاكل كبيرة بلا ما نهضر في هذا الفيديو على المشاكل ديالكم. المهم انا اللي بغيت نعرف نتوما اش دخلكم انكم تهضروا الصحراء المغربيه؟ الصحراء المغربيه كتخصنا حنا وبلادنا، حنا اللي من حقنا نهضروا عليها وكندافعوا عليها. انت كجزائري ما عندكش الحق تهضر، وما عندكش الحق انك حتى الجنود ديالكم، العسكر ديالكم ما عندهمش قضيه انهم يدافعوا عليها، باش انك تقول كذا وكذا وحنا المغرب، يعني ندخلوا للمغرب يعني في الحرب 24 ساعة يعني نسيطروا على المغرب. واش انت كجزائري واش كتحلم، ولا كتفرج في شي فيلم هندي ديال الخيال، او شنو واقع لك؟ هضر عن المغرب. المغرب بلد الشرفاء، بلاد الشرفة. انا كمغربي كنفتخر بالله انا كمغربي. وعاش الملك، وديما الصحراء مغربية، وديما الصحراء مغربية، ديما غتبقى مغربية.